كابتن. هاي كابتن. بتعرف يا كابتن انه مدريد استغنى عن مباراة مايوركا عشان يبلع من بايرن ميونخ؟ مدريد وبايرن ميونخ اللي ان شاء الله الفوز فيها راح يكون مدريد. اتوقع النتيجة 2-1 لمصلحة ريال مدريد. ابلع. ولك تعاخد من عند الدغري الريال بابو موسم صفري. انا وياك برشلونة، انا وياك برشلونة. هد عليهم يا شباب ولك طلعوا برا من الذهب. انا وياك برشلونة. أمير قول كارين. الريال بلعت من البايرن. عشان تعرف ابو المنجد لما يحكي لك صعب ومستحيل انك تفوز على الباير، يعني صعب ومستحيل. حكيت لك اما بفارق هدف لبايرن ميونخ او تعادل، انك تفوز مستحيل. هذا بالبرنابيو اللعب، شفتوا بايرن ميونخ بيتسلى واضاع فرص يا زلمه سهله. لازم المباراه اقل اشي خلصت 4-5. ريال مدريد لعب اخر ربع ساعه على الفاضي. الباير يا معلم بيسرح وبمرح في البرنابيو مثل ما بده. لا تقول لي فالفيردي ولا امبابي ولا فيني ولا حدا. اسمع، الريال كان ضايع، لعب اخر ربع ساعه فقط لا غير. ابو الشنانير نصيحه مني، لا تسافر لألمانيا، انسحب، ولا الموسم الثاني على التوالي صفر يا غالي. صفر يا حبيبي، صفر. هذا اداء مقتنعين به انتم؟ يعني مبابي وفينيسيوس فدوى روح لكم تدربون بالحارس، ولك هذا نوير مو حارس ختافي. يعني شوتات مخجله، فرص بالجمله ضيعنا، اهداف محققه. اذا بملعبك وبين جمهورك والملعب مغلق وتخسر 2-1 مثلا راح بالملعب بايرن ميونخ شنو تفوز؟ ولكم اخر بطوله ننافس عليها هذا الموسم هي دوري الابطال، حتى الدوري فقدنا المنافسه به. ليش طلعونا بهيج نتيجه؟ المفروض تنطون اكثر ما عندكم اليوم، حتى من تعب ارواحنا ونتامل بنسبه 99.9 بايرن ميونخ متاهل على ريال مدريد. هاي المباراه انتهت 2-1 وبملعب اليانز ارينا بايرن ميونخ، بس الله يستر. شو قال لك الكبير؟ قال لك الكبير راح يطقوا ريال مدريد بنص ارضه وجمهوره وراح يكسروا العقده، يا 2-1 يا 3-1. وقت كان 2-1. ولو مو بايرن ميونخ عطى قيمه زياده لريال مدريد وتراجع، اكل الثالث والرابع والخامس مدريد. وطبعا اشارات استفهام كبيره ليش تراجع بايرن. ريال مدريد ما عنده بنيرتين طابع، عم يعتمد على فرديات فينيسيوس وامبابي. بيزت له اياهم لقدام بيقول لهم انهي لي اياهم بمعرفته. تألق نوير كان واضح 100%. الجول اللي اكلوه جول معيب، بس لكن فينا نشيد بلمسه ارنولد. رائعه لمسه ارنولد، خطريه عرضيه رائعه رائعه رائعه. ريال مدريد نفد من مهزله، نفد من 4-5. اليوم كان بياخذ 4-5 زياده. نوير بعتقد وقع له سنه زياده مع بايرن بسبب هذا التألق، بسبب هذا العمر. حققوا المطلوب منهم 2-1 بأرض ريال مدريد، نتيجة ممتازة. حط رجل بنصف النهائي، ما فينا نقول انتهت الأمور، لسه ما انتهى شيء. بالنهاية امبابي وبايرن تعرفوا انتم قصة حب لا تنتهي. يعني امبابي اجباري بده يهدف. البقى يا ما بعرف شو بدي احكي. أنا مستغرب كيف ما أنا هو ب4 و5، مستغرب. هارد لك لريال مدريد، ألف مليون مبروك لبايرن ميونخ. ملخص المباراة باختصار، ريال مدريد ضد نوير يا اخوان، مو ضد بايرن ميونخ، ضد نوير. حسبي الله عليه، صد انفرادات، صواريخ، صد كل حاجة نوير، لدرجة عرف كيف يخوف فينيسيوس، وهو وفينيسيوس لحالهم يا اخوان عرف خلى فينيسيوس يشوت الكرة برا. وحتى الهدف اللي سجله ريال مدريد يا اخوان صد ودخل في الخط. وبعد هذا كله اخذ تقييم 8.2. تخيلوا يا اخوان هذا نور كله سواه عمره 40 سنه يا اخي، ايش هذا؟ اما ريال مدريد عنده حارس فدغه يا اخوان اسمه لونيل يا اخوان، سجل عليه كذا هدف بشويش يا اخي. لازم يرجع كورتوا مباراه الاياب، اذا لما نقلبها يا اخوان لازم يرجع كورتوا. خذوها مني، اذا مباراه الاياب رجع كورتوا ريال مدريد راح يفوز، وخذوها مني. بايرن ميونخ كسبت الماتش، ولكن ما تقدرش تقول ان البايرن اكتسح ريال مدريد، وما تقدرش تقول ان ريال مدريد ما يستاهلش ان هو يكسب الماتش ده، لان زي ما ريال مدريد ضيعوا فرص البايرن ضيعوا فرص. زي ما البايرن كان افضل في الشوط الاول، البايرن كان اسوأ بكتير من ريال مدريد في الشوط الثاني، وريال مدريد كان مكتسح الشوط الثاني لحد اخره. والاحصائيات هي قدامك متقاربه، يعني تحس ان هو ماتش متكافئ تماما، الا بس الكام فرصه اللي بايرن ميونخ ضيعوهم في الشوط الاول بسبب اخطاء دفاعيه، بس الريال كان افضل بكتير شوط ثاني. عندك مثلا فرصه فينيسيوس دي، وفرصه امبابي المريبه اللي هو برده ضيعها دي، واحنا كلنا عارفين ان ده لو امبابي اللي في يومه كان زمانه جاب. والكره دي حرفيا جت لحد رجل جنابري، ومع ذلك هو ضيعها. فانت ما تقوليش ان البايرن اكتسح
اكتسح ريال مدريد. وفرصه اوباميكانو اللي في اول الماتش يعني دي انا متاكد ان لو اتعادل 99 مره هيجيبها في 99 بس ضيع. انت تبقى غلطان لو مفكر ان الموضوع انتهى، تبقى غلطان لو مفكر ان ريال مدريد هيتعدى منه بالسهل هناك في الاليانز ارينا. انا عارف ان عامل الارض والجمهور وكل الكلام ده، بس عادي ريال مدريد متعود يلعب في الاليانز، الموضوع طبيعي يعني. برعونة واخطاء كاريراس وشويه استهتار من فينيسيوس جونيور نادي البايرن يفوز على نادي ريال مدريد بذهاب دوري ابطال اوروبا. انا سؤالي لاربي الاول، ليش ما لعبت المباراه كلها زي اخر 20 دقيقه زي ما لعبها نادي ريال مدريد؟ وطبعا اذا حبيت ما تنسى انك انت تتابعني. ونادي البايرن يا اخي ما بتتعلموا من الدرس ابدا، لا تخلي نفس ابدا في نادي ريال مدريد، يا اما انك تخلص عليه يا اما انك ما تعصبه. مين برايكم كان افضل لاعب واسوأ لاعب في هاي المباراه؟ المباراة انتهت، بايرن ميونخ الى النهائي من الذهاب، كل شيء انتهى. اربلوها ولعيبه اربلوها، الملفات موجوده، الملفات والتقارير كلها موجوده، والفشل والعار اللي فعلتوه هذا الموسم كله موجود. موسم ثاني صفري يا مدريد. معلش محمد سعدون كواري، معلش محمد سعدون كواري، معلش محمد سعدون كواري. موسم ثاني صفري، من فضيحه الى فضيحه. فني يا ولد ما يرجع يدافع، تلعبوا ليش؟ بدلوا يا اخي، ليه مسوي له حصانه؟ ليه مسوي له حصانه؟ ليه مسوي له حصانه؟ ليه مجموعه فشل مجتمعين مع بعض يعني؟ كان قادر يفوز هاي المباراة، واثبت وبرهن باخر 20 دقيقة كيف كان قادر انه يفوز من بداية المباراة. ولكن احنا ريال مدريد بنحب الاثارة، بنحب الدراما، بنحب ناخذك معانا بال180 دقيقة كاملة، ما بنحب نحسم، ما بنحب نلعب المباراة على ارضنا وبين جمهورنا ونسجل ونفوز. عشان تعرف يا معلم انه ريال مدريد بده اياك تستمتع بمباريات دوري ابطال اوروبا. اعصابنا فداك يا زلمة، قهرنا فداك، يا زلمة انجلطنا فداك، كل شي فداك عادي. المهم انه احنا نحضر المباريتين على اعصاب، نحضر المباريتين على ضغط، نحضر 70 دقيقة ضد البايرن على ارضك وبين جمهورك وعلى البرنابيو. مش قادرين نخرج بالكرة، مش قادرين نطلع بالطابة.